السلام عليكم اخواتي ورحمه الله تعالى وبركاته. نهار جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم اللحم بالبرقوق بواحد الطريقه اللي سهله وبواحد المكونات اللي بسيطه وبكميه كثيره بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا عندهم هكا الضياف وكتجيهم كميه كثيره اولا. غنعطيكم الفيديو بالتفاصيل. كيجي واحد اللحم بنين بزاف وكيجي واحد التغميره فيه زوينه، والطريقه كيف ما غادي نشاركها معكم مفصله، وكيجي مدغمر وفي نفس الوقت كيجي محمر بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه. وكما كنقول لكم واخا تكون الكميه كثيره يعني ساهل باش طيبيه. غادي يكون الفيديو مفصل، فقط تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. والمقادير كيف ما كتشوفوا معايا غادي تكون عباره على 4 كيلو ونص ديال اللحم كيف ما كتشوفوا معايا، اللي غسلته وسقطرته من طبيعه الحال. كتمشيو عند الجزار راه هو كتقولي بغيت اللحم ديال البرقوق وهو كيعطيه لك، كيكون داخله فيه الشحمه، اللحم ما تيكونش ناشف. وكيف ما كتشوفوا المقادير عندي هنايا المروزيه ديال اللحم، عندي شويه ديال الزعفران شعر، عندي الخرقوم، سكينجبير، عندي القزبر حبوب، عندي بسيبيسه وقع قله، الابزار، وعندي 4 سميتهم ديال القرنفل، وعندي ورقه ديال البديانه، وعندي واحد 2 ضامات ديال الزعفران كيف ما كتشوفوا معايا، اللي كيعطيونا اللون وكيعطيونا حتى المذاق. واخا انني دايره شويه الزعفران مهم حتى هما كيعاونونا في اللون ديال اللحم. وكيف ما كتشوفوا الكميه ديال التوابل راه قليله، عباره على نص معلقه صغيره. اللحم قد ما كثرنا ليه التوابل قد ما كيجينا كيتبدل ليه الطعم ديالو. وهنا البنات رانا ما درتش فيه الملح نهائيا، حقاش اللحم الا بغيتي ديري فيه الملحه حتى كيطيب نص تطيبه عاد باش كيعطيك تيعطيك الملوحيه ديالو، كيتلقى حتى هو في البلول ديال المرقه. الا درتيه في الاول كيجيك مالح. صافي خليته مرقد واحد الساعه. هنا صافي من بعد ما رقدته ديك الساعه دخلت لي ديك التوابل، ومن الاحسن ما غاديش نرقدوه ليله كامله، وما كنديرش فيه الربيع والقزبر اللي مقطعين. وهنايا درت واحد المعلقه ديال السمن الحر اولا السمن البلدي كيف ما كتشوفوا معايا. ما كنديرش سميتو القزبر ومعدنوس نهائيا. كيف ما كيبان لكم من بعد ما ترقد غادي نعاود نقلبو هكايا. يعني هاد الطريقه راه ساهله، وكيف ما قلت لكم التوابل تكون عباره على نص معلقه صغيره، ما تكتروش منها. صافي غادي نضيف الماء، هانتوما كيف ما كيبان لكم الماء حتى هو ما غاديش نكثر، غنحاول ندير الماء اللي غادي يطيب ليا فيه اللحم. صافي هنا غادي نسدو وغادي نحطو ديريكت فوق البوطه. هنايا غادي ندير البصله 2 بصلات كيف ما كتشوفوا 4 كيلو ونص ديال اللحم، 2 بصلات صغار. الا كانت كبيره نديروا غير بصله وحده باش ما تجيناش التغميره عاوتاني ثقيله. وكنطحنها ماشي كنشلضها ولا كنطحنها باش ما كتجيش باينه، كتجي الطريقه زوينه. كنضيف ليها شويه الماء، واحد الكاس الماء، وكنديرها تطحن. صافي من بعد ما طاب ليا نص طيبه كيف ما كيبان لكم كنحاول هكايا كنعاود نحركو. صافي كنجيب ديك البصله كنخويها كيف ما كيبان لكم، وغادي نضيف الزيت البلديه. اللي ما عندوش يدير روميه او لا يخلط يدير نص بلدي ونص رومي. المهم انا درت كاس ديال الزيت البلديه مع دوك 2 بصيلات. ودابا غنضيف المليحه. شوفوا المليحه راه درتها قليله لانه كيطلق الملح ديالو، كيجينا بهذه الطريقه كيجينا اللحم هو هذاك في الملح. صافي كيف ما كتشوفوا كنخلطو هكا مزيان. دابا من بعد ما درت ليه هاد العمليه هذه غادي نغطيه بالكارطه فورنو اولا بالكارطه الكاغط ديال الزبده، وغندير ليه الالومنيوم من الفوق، وغنسد عليه بحال سديتي عليه في الكوكوط. وما غادي نحل عليه حتى كنصيبو طاب وتحمر في نفس الوقت. هانتوما من بعد ما غادي يطيب راكم غادي تشوفوا معايا الفيديو كيفاش ملي غادي نحلو عليه كيفاش غادي نلقاوه. من بعد ما درت ليه الكارطه فورنو غندير الالومنيوم هكا. هاد الطريقه راه بحال سديتي عليه في الكوكوط وكيجي زوين بزاف بزاف هاد اللحم هذا. هانتوما
ما نتبع معكم مراحل كامله. صافي غنسد عليه مزيان صافي، نحطو على واحد العافيه اللي تكون متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش ناقصه. هنا جبت البرقوق عندي نص كيلو صافي، غادي نضيف ليه الماء، غنغسلو، غنضيف ليه الماء اللي غيغطيه، وندير عويدات ديال القرفه. من الاحسن ما نديروش القرفه غبره لان كاع كيجي ما كيجيش زوين في المنظر ديالو. من بعد كيف ما كتشوفوا انا حليت على اللحم ديالي، شوفوا تبارك الله كيفاش من بعد كيفاش خليته، وشوفوا من بعد فاش حليت عليه كيفاش داير. ما شاء الله كتلقاه محمر من الفوق بحال سبحان الله دايره بحال محمره. هو ها انت دابا راه طاب، هو هذاك شوفوا كيطيب كيجي زوين بزاف بزاف، لا في الشكل ولا في المذاق. وكيف ما شاركت معاكم الطريقه ديالو، هنايا راه كنطيب في البرقوق. من بعد كيف ما كتشوفوا خليته شويه حتى شرب هذاك، اختارت هذيك المريقه. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي جد رائعه. صافي هنايا راه سديت، صافي غادي نخليه على جنب. والبرقوق من بعد ما كيطيب كندير فيه واحد شويه ديال الزبده صافي، وكيكون اللحم ديالنا تبارك الله واجد. حنايا كانوا يعني غنديروا 2 طباصل كيف ما كتشوفوا. وهو هذا اللحم دابا من بعد غادي نجي نحطه باش تشوفوا اللحم تبارك الله كيفاش جا ما شاء الله. والمذاق ديالو جد رائع بزاف بزاف، بدون قزبر ومعدنوس. كيف ما كتشوفوا بدون توابل كثيره. كيف ما قلت لكم التوابل كثيره راها كتخلي اللحم كيتبدل ليه الذوق ديالو، ما كيبقاش على الذوق. واللحم الملحه عفوا حتى كنديروا ليه نص طيبه، وكنذوقوا اللحم وكنشوفوا شحال خاصو، حقاش حتى اللحم تيطلق لينا ديك البنه ديالو ديال الملوحيه. الا جينا نديرو في الاول بحال كيجي اللحم شويه شارب الملوحه، كيجي شويه مالح صافي. كيف ما كيبان لكم شوفوا المريقه طايبه على حقها وطريقها وخاطره ما شاء الله، ما لصق ما حتى شي حاجه. ونتمنى هذه الطريقه تعجبكم، راها سهله وبسيطه، وحتى المبتدئات اللي ما كيقدوش يطيبوا واحد الكميه اللي هي كثيره ديال اللحم، هذا هو الطياب اللي كيجيب اللحم زوين بزاف بزاف. وكيف ما قلت لكم ساهل الطريقه ديالو. صافي كنجيب البرقوق من بعد ما طاب حتى هو، كنحيد ديك العويدات ديال القرفه، درت ليه شويه الزبده باش يعطي داك اللمعان، وكندير واحد شويه ديال الزنجله اللي تيكون ديجا محمر، تيبقى اختياري تزيين اولا الحطان اولا كيبقى داكشي اختياري. شوفوا تبارك الله اللحم كيفاش كيجي روعه روعه بزاف البنات. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وردوا عليا، وما تنساوناش في اللايكات والكومنتيرات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. وهذا هو اللحم ديالنا اللي حضرت معاكم خطوه بخطوه. ونتمنى نكون فدتكم، وعطيوني الاراء ديالكم في الفيديو ولا في اللحم. شوفوا تبارك الله المريقه كي دايره خاطره وزوينه، ان ما فيش بزاف.